إيجابيات كتير قليلة، عندي سلبيات كتير بدي أحكي لك إياها. بالنسبة لهدول الناس اللي عم يطلعوا على التيك توك حاليا، اللايفات بالأخص بيطلعوا باسم الدين. هذول غير اللي عم أحكي لك. هلا بدي أحكي لك صفة الأشخاص وراهم في نساء كلها مخمرات وقاعد عم يقول لك يلا كبسوا 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 ويلا مشاهدات ومدري شو، كلها على اسم الدين. هي واحد على اسم هدول المحجبات. يا هلا أهلين. اهلا وسهلا فيك، عرفني عن نفسك. أحمد الحسن من حلب. احمد الحسن، اعطيني سلبيات التواصل الاجتماعي وايجابياتها. هلا بالنسبة للسلبيات، لأن إيجابيات كتير قليلة، عندي سلبيات كتير بدي أحكي لك إياها. بالنسبة لهدول الناس اللي عم يطلعوا على التيك توك حاليا، اللايفات بالأخص بيطلعوا باسم الدين. هذول غير اللي عم أحكي لك. هلا بدي أحكي لك صفة الأشخاص اللي بيطلعوا بالليل حاطط لك وراه خبز وأكل وجنبهم وراهم في نساء كلها مخمرات وقاعد عم يقول لك يلا كبسوا 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 ويلا مشاهدات ومدري شو، كلها على اسم الدين. هي واحد على اسم هدول المحجبات. أنا ما بلوم هدول القاعدين ورا الواقفين، أنا بلومه هو. وكمان هن هي بالنسبة لهم طالعين هلا كتير هدول. بالنسبة اللي بيجوكي اللي على الفيسبوك اللي بيجوكي أنا أرملة ومحتاجة مساعدة، أنا أرملة وبدي مدري، وأنا عندي 10 أولاد، وأنا كتير صفة كتير. يعني أنا بالنهار بيطلوني يعني ممكن هيك هذا الشيء عم تتشوه سمعة السوريين. كتير الشخص اللي محتاج مساعدات صاروا كلياتهم ما هو محتاج، صار يهجم. هون شو برا صار يقولوا السوريين كلهم هيك. البنت السورية اللي عم تطلع هي على التيك توك اللي عم تكشف جسمها ومدري شو، هي كلها ما عم تضرب السوريين كلياتهم. والمشكلة عم يضربوا الإسلام في المحجبات. في ناس كتير محجبة عم تطلع محجبة من فوق ومن تحت مكشفة. ما ضربتوا انتم هلا المسيحيين ولا غير الطوائف كلها يطلعوا هذول المسلمين، يقولوا هذول المسلمين تفضلوا على المسلمين ايش عم يعملوا. وهذا الشيء ما عم يصير بسوريا. اللايفات وبالنسبه لهذول كلها عم تطلع على اوروبا. البنت لما بتوصل اوروبا اول شيء هنيك حقوق المراه، تمام، حقوق المراه على عيني وراسي، بس انت وصلتي لاوروبا لا تبيعي مبادئك. لكن الاب ما بقى يحسن يعمل شيء لبنته، ما بقى يحسن، ما بقى يسيطر. ليش؟ لان كلها هنيك باوروبا ايش عم يعملوا؟ انه هي حقوق المراه، تمام، حقوق المراه. البنت صارت تعمل كل شيء بدها اياه، كل شيء، تطلع دعاره غيراته، كل شيء. هي غير الصفات القديمه اللي كانت زوجها مثلا او خطيبه يوصلوا اوروبا تجته وتروح. هي قبل كانت، هلا صارت فيها قانون ممكن يحسن يرجعها هو. هي بالنسبه لهنيك. بيجي هون اللي بتركيا قاعده ورا اللايف وطول النهار. قبل الاخ ما يفوت على غرفه اخته النوم، هلا من غرفه النوم عم تصور لك حالها واولادها. وهي وين المبادئ صارت قبل وين وهلا وين؟ كثير اختلف كثير، مو شوي. وشفت طيب وشو ايجابيات التواصل الاجتماعي برايك؟ الايجابيات هلا ممكن تشوفي هلا رجل دين على السوشيال ميديا. هذول من المشاهير اللي كثير، انا ما احكي لك هذا اللي بيطلع لي باسم الدين وبنزل لي مقاطع فيديو ودين وبعد شوي بنزل فضائح. هذول رجال الدين واغلبيتهم في منهم صفه على التيك توك، على الانستغرام، على اليوتيوب، على اكثر. هذول كثير انه بشجعوكي على الدين. انا مقاطع كثير، انا ما كنت اصلي، لما شفت هاي المقاطع شجعوني للصلاه، الحمد لله لا بصلي. فهي صفه معينه هذول. اما لغير ما في ايجابيات ابدا. بتفتح التيك توك كله سلبي، 99% سلبي. اما قال لك يعني بوقت الحالي ممكن منقول مثلا صار ممكن مثل التسويق، ما هو مثل قبل، شغل على الانترنت على السوشيال ميديا، ممكن واحد يبيع بضاعه. هي ايجابيه. ولكن هلا يفتح فيديو لك بكون يعني حيش السمعين، بكون عرصه بصير لي شيخ فتره معينه، لما بينشهر بيشلح لك. في واحد اذكر بدر ما مارديلي، مرته كانت مستره ومزبطه، وطلع وحكى وهذا حرامي فات على مرتي وطالع لي صور وسرق صور ونزل. بالاخير كوهن مطالع مرته بالبيجامه. وين المبادئ؟ كلها مشان الشهره هذول. ولا الثاني الثالث بيفتحوا لك صارت الكلام صار فيه بحث، يعني يحكوا بحث ابدا. اليوم بالتيك توك، اجيب لك التيك توك بقول لك التيك توك ممنوع التعري بحضروكي. الكلام البذيء ليش ممنوع؟ مثلا انك تشتم حدا، انه هي
هاي الكلام كله عم ينشتوا على التيك توك، كله عم ينجرحوا ناس، عم ينجرحوا كثير. يعني في ناس ما لها علاقه بتيجي بتجرحوا بالكلام. هي وين المبادئ؟ او هذا الفاتح لايف اللي عم يسبسب واللي عم يطالع اخته واللي عم يطالع بس كله مشان شو؟ مشان اسم الشهره ومشان اسم المصاري، العمله. هي شايف العمله ايش سوى؟ السوشيال ميديا ايش عمل بالناس؟ خلص يعني صار اللي عنده مبادئ باع، ما عاد في مبادئ حرفيا. 99% حتى من البنات، مع احترامي لكل المحجبات، المحجبه بتطلع لهون فاتحه من فوق راسها ومن تحت مكشفه، وكلياته باسم الدين وعلى اساس انا الشريفه وانا مدري شو. وين الدين بالموضوع اذا انت محجبه من فوق ومن تحت ضب وعم تورجي للناس؟ فهي كثير شغلات، في كثير سلبيات من هذا النوع. وفي النوع اللي عم يطلع البرامج اللي بتحكي معها، بس تحكي مع البنت بدها عمله، بدك عمله تحسن تتواصل مع البنت، اهلا وسهلا كيفك شو اخبارك. وكذلك الامر هذا البرنامج فيه لايفات وفيه مقاطع بس صوت، يعني بتحكي تفتحي غرفه. هذول اللي بيفتحوا غرفه ايش بيعملوا؟ بيفتحوا قران وبصيروا يحكوا مع الشباب وعلى ادعمني وعمل لي ومدري شو من هذا الحكي. في كذا برنامج ومنهم يعني في كثير، وفيهم ازار وفي يعني كذلك الامر. اما التيك توك شو سمي لي البرامج السيئه اللي هلا بالوقت الحالي هذا الجيل عم منزلينه وبطريقه انا عم بشوفهم على السوشيال ميديا. يعني بعد اكثر برامج سيئه بتخوف انه تنتشر؟ ماني متذكر اساميهم بس في كثير، يعني نسيان اساميهم حرفيا، بس في يعني كذا برنامج. بس تيك توك كثير. اكثر شيء انت مستاء منه هو التيك توك؟ انا ملتئم كثير من التيك توك. قبل التيك توك شو كان؟ قبل من زمان التيك توك كان مقطع صغير 30 ثانية أو 15 ثانية من زمان، بتنزل يعني مقاطع صغيرة. الأوروبيين كانوا ينزلوا صوت وإنه غنية صغيرة وقصيرة. بعدين تطور لما شافوا الكمية الشتائم وصل بلش هذا يشتم مشان ينشهر. التيك توك عم تاخذ 60-70%. بقى هون ايش فتحوا لهم 30 ثانية دقيقة، خذوا راحتكم. عن شافوا هذول اللي عم يطلعوا بالتبرج هذول كلياتهم ليش ما عم يحضرون؟ لان عم يربحوا منهم مصاري، عم يربحوا عمله، فما بيحضرون وبكملوا. وكاتبين لك على اول ما تدخل على التيك توك انه على القواعد او القوانين انه ممنوع الشتائم، ممنوع الهيك، ممنوع الهيك، يعني كذلك الى اخره، انه على اساس انهم يحتفظوا. طيب انتم ليش ما انتم التيك توك، شركه التيك توك بتعرف عربي، بتعرف هذا ايش عم يحكي، عرفانه. فهذا هي كلياتها انه عم يعرفوا عم يشتموا بعض وعم يطلعوا وهذا عم يسب هذا. ايه ما في حظر وكلياته تشوه بالدين. تمام، شكرا كثير لك، يعطيك الف عافيه. ولا يهمك. شكرا.